السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناه ديالكم. كنرحب بكم، كنرحب بجميع الناس اللي عاد التحقت بالقناه. كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. الى اول مره كتزوروا القناه ابوناو وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير السلطه ديال الخضر المشكله اللي كتجي البنات لذيذه وكتجي زوينه وكتحمر الوجه. يمكن لك تستعمليها للضياف او الموالين الدار، وبمناسبه العيد اللي ها هو جاي ان شاء الله ما غاديش نبقاو ناكلو غير في اللحم، ضروري كيكونوا سلطات متنوعه. نخليكم تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه البنات. كنحتاجو في المقادير عندنا هاد الخضار كما كتشوفوا معايا. عندنا البطاطا والخيزو والخس، وعندنا الباربه انا راه سلقتها باش ما تديش ليا الوقت كما كتشوفوا معايا، وعندنا البروكولي واللوبيا الخضراء او الفاصوليا. انا هنايا كلشي منقياه وغاسلاه. غادي ندوزو دابا باش غادي نسلقوا الخضار ديالنا كما كتشوفوا بالماء والملحه باش كنسلقوا الخضار باش كتجي بنينه. دابا غادي نبداو باللوبيا، هي الاولى غنديرها تسلق بشويه الماء والملح. وغادي ندوزو دابا باش نسلقوا البروكولي حتى هويا، نديروا ليه نفس الشكل الماء والملحه. وهنا البنات البروكولي راه ما كنسلقوش بزاف حتى يهرى تيولي مفرتت باش يبقى محافظ على الشكل ديالو على الوردات ديالو. يتسلق ولكن ما نبالغوش، نديروا ليه الماء والملحه حتى هو نسلقوه. ودابا غندوزو نسلقوه خيزو حتى هويا، غنديروا ليه الماء والملح وغنديروه يتسلق. هنا بعد ما تسلق لينا البروكولي انا غنديرو في الماء بارد ونحط في البروكولي باش يبقى محافظ على اللون ديالو. غير تحيد منه هذيك السخونيه وغادي نصفيوه مره اخرى من هذا الماء البارد. شفتوا البنات ما خليتوش طابع حتى هرا باش ما يتهرسوش ليا دوك الوردات باش يبقاو محافظين على الشكل ديالهم كيف ما درتهم. صافي وكنزلوهم هكا مزيان. نهزلو دوك الروس في الماء باش يبرد. هنا غادي نسلق الروز، عندي واحد سلافه صغيره ديال الروز اللي مغسول، غادي نضيف عليه جوج زليف ديال الماء، واحد ضامه ديال كنور، وغادي نديرو يطلق لان هذا الروز انا باغا ندير معاه الفلافل وصلصه ديال الطماطم. هنا غادي ندوز نسلق بطاطا حتى هيايا، نقطعها الى مكعبات صغيره. بعد ما سلقنا اللوبيا غادي نشحرها او نصوطيها في شويه ديال الزيت، شويه الثومه، ونضيف عليهم شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار. غادي نصوطي الثومه هي الاولى مع المعدنوس والتوابل، عاد غنضيف عليهم اللوبيا كما كتشوفوا معايا. دابا غنضيف عليهم اللوبيا وغادي نخلط كلشي مزيان ونحطهم على جنب حتى نوجد باقي الخضار كما كتشوفوا معايا. هاد الطريقه كتجي الخضار بنينه البنات ولذيذه. دابا غادي ندوزو باش غادي نشحروا الجزر حتى هو او نصوطيوه. شويه الزيت، شويه الثومه، شويه الكمون، شويه الابزار، وكنضيفوا عليهم خيزو. كما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف عليه في الاخر شويه ديال المعدنوس
وغنحطو حتى هو على جنب حتى نوجد الخضر كاملين. غادي ناخد كاسرونه غنوضع فيها شويه ديال الزيت وغنضيف عليهم فلافل، الفلفله مشكله البنات، الفلفله صفراء وحمراء وخضراء، وغنضيف عليهم واحد المعلقه ديال صلصه الطماطم المركزه وشويه ديال الابزار، وغادي نخفف هاد الصلصه بشويه ديال الماء على ما نتشحروا ليا الفلافل. صافي دابا غادي نشحر الفلافل مزيان وغنضيف عليهم الروز البنات شتوه حبه حبه. غادي نخلط مزيان حتى ينسجم ليا مع الصلصه ومع الفلافل، وغندوزو باش نقدمو السلطه ديالنا. انا غنقدمها في هاد الطبق وانتم قدموها كيف ما بغيتو كيف ما حبيتو. راه البطاطا البنات حتى هي درت ليها شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون والخل، شويه ديال الزيت والباربه حتى هي، غير الباربه ما درتش ليها المعدنوس. ودابا كنضيف اوراق ديال الخس في الجوانب وكنستف عليهم الخضار فوق منهم، لان العين كتاكل قبل من الفم البنات. ضروري كنديروا شي حاجه كتبغي شي حاجه اللي تفتح لك الشهيه هكا، وكنستف الخضار ديالي. وانتم البنات يمكن لكم تزينوا السلطه ديالكم كيف ما حبيتوا كيف ما بغيتوا. هنا كنكملوا بعضنا بعض وكلشي راه كيعرف يدير السلطه، ولكن غير كل واحد والطريقه ديالو وكيفاش كيزين وكيفاش العيد على الابواب، وكنبغيو باش نفطروا هذاك اللحم، وضروري كنبغيو نديروا سلطات متنوعه وكنبغيو نقدموا شي شهيوات اللي كتفتح لينا النفس. وهذه هي السلطه ديالنا البنات بعد ما وجدتها. نتمنى يعجبكم هذا الطبق وطريقتي في تجهيزه السلطه. وإلا عجبكم لا فيديو بارطاجوه مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم باش تعمل فائده. بسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. وجربوا طريقتي في الروز البنات، راه كيجي لذيذ وكيجي خطير. السلام عليكم.